تفتكر ممكن حضارة كاملة تنهار في لحظة بس علشان مجموعة غزاة جم من البحر المجهول؟ صل على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في حوالي سنة 1175 قبل الميلاد، العالم كان بيعيش فترة اسمها انهيار العصر البرونزي. إمبراطوريات عظيمة زي الحيثيين في الأناضول كانت بتتساقط زي ورق الشجر. انهيار العصر البرونزي، الاسم لوحده دراما. مين بقى اللي كان بيتسبب في الكارثة دي؟ مجموعة غامضة، مؤرخي مصر القديمة سموهم شعوب البحر. كانوا جايين من الشمال، يمكن من منطقة بحر إيجا أو جزر البحر المتوسط، محدش عارف بالظبط. بس اللي معروف إنهم كانوا مدمرين، بيحرقوا وينهبوا أي مدينة يوصلوا ليها. دول شكلهم جيش من كل مكان، مش أمة واحدة، زي الكابوس اللي بيطارد العالم. بالظبط، وصلوا لحدود مصر، وكان الفرعون وقتها هو رمسيس الثالث، آخر الفراعنة العظام في عصر الدولة الحديثة. رمسيس الثالث شاف كل الممالك اللي حواليه بتغرق، وقرر إن مصر مش هتكون الضحية اللي جاية. طيب رمسيس عمل إيه؟ دول جايين بجيش بري وبحري، تهديد مزدوج. أول حاجة عملها إنه واجه الغزو البري الأول على حدود آسيا في جنوب فلسطين حالياً، وهزمهم هناك. بس المصيبة الكبيرة كانت جاية من المية. شعوب البحر حشدوا أسطول ضخم عشان يدخلوا عن طريق فرع من فروع دلتا النيل. يا نهار أبيض، هم فاكرين إن دخول النيل زي دخول أي خليج عادي؟ دي تبقى مصيدة. وده اللي رمسيس الثالث خطط له بعبقرية. هو محبش يواجههم في عرض البحر المفتوح، سابهم يدخلوا جوه في المجرى الضيق لنهر النيل في منطقة الدلتا الشرقية. الحتة دي بتكون المراكب الكبيرة فيها مش بتعرف تتحرك بسهولة. دي خطة جنونية بس فيها ذكاء مش طبيعي. حول نقطة قوة العدو لنقطة ضعف. أيوة، خطة اسمها كمين النيل. رمسيس رتب الأسطول المصري في شكل قوس عشان يحاصرهم. كمان وضع الرماة المصريين على الشواطئ وفي مقدمة السفن، وده كان سلاح فتاك ضد مراكبهم المزدحمة. يعني الهجوم كان من كل اتجاه، من اليمين والشمال ومن السفن اللي بتحاصر. الأهم إن المراكب المصرية كانت أخف وأكتر قدرة على المناورة في المجرى الضيق لنهر النيل. نقوش معبد مدينة هابو بتحكي اللحظة الحاسمة. بمجرد ما دخلت سفن الغزاة بدأ وبل من السهام زي المطر ينزل عليهم. يا نهار أبيض، لحظة درامية. تخيل صوت السهام وهو بيشق السماء وصراخ الغزاة المحاصرين. وبعد كده الأسطول المصري انقض عليهم بخطاطيف حديدية ضخمة عشان يسحبوا مراكبهم ويقلبوها. القتال اتحول لمعركة يدوية وحشية، والغزاة ما قدروش يعملوا حاجة. يا ساتر، سفنهم اتقلبت والجنود بين الأسر والقتل في المية وعلى الشاطئ. بيقول رمسيس الثالث في نقوشه: أما الذين وصلوا إلى حدودي فقد انقطع نسلهم وقلت قلوبهم وأرواحهم، انتهت إلى الأبد. انتصار ساحق. ده مش انتصار عادي، دي معركة أنقذت مصر بالكامل من مصير الحضارات اللي انهارت. ده اللي خلى المؤرخين يقولوا إن رمسيس الثالث هو آخر الفراعنة العظام، لأنه الوحيد اللي واقف في وش الموجة اللي دمرت العالم القديم. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.